السلام عليكم ويا صباح الفل والياسمين عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين في احسن الاحوال. صباح يوم جديد كله طاقه ونشاط وحيويه وبركه ان شاء الله. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض روتين وهنقضي يوم كده مع بعض باذن الله. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا على بركه الله نبتدي معانا الفيديو. زي ما انتم شايفين كده، أول ما صحيت من النوم على طول رُحت عملت لي كوباية كده شاي، وحطيت كده جنبها قطعة من الجاتوه، علشان كان عندي عيد ميلاد ابني كان امبارح. فحبيت اللي أنا برضه نزّلت لكم في الفيديو ده مقطع صغير كده من فيديو امبارح. بس قُلت اللي أنا أعمل معاكم كده كوباية الشاي وأورّيكم فكرة حلوة كده جوزي يعني اخترعها لي، هي طبعًا معروفة بس أنا ما كنتش واخدة بالي منها. فهاورّيكم هو عمل إيه في بقية التورتة، وإزاي يعني قفلنا عليها كويس، ومن غير ما نكون شاريين مثلًا الحامل بتاعها أو الحاجة دي كلّها. هاورّيكم دلوقتي إحنا عاملين إيه. بُصّوا يا بنات، هو جايب علبة التلاجة اللي أنا كنت جايباها معاكم في المشتريات، وحَط التورتة على البتاع اسمه إيه ده، على الغطا بتاعها، وهو واللي هي بقى العلبة نفسها غطّاها بيها، يعني أنتم فاهمين هو شقلبها كده، عشان تبقى سهلة في الفتح والقفل وكل حاجة. الصراحة الحركة دي جميلة جدًا، عجبتني وبجد كانت يعني ضابطة خالص التورتة معايا، وحافظت عليها ومن غير ما اشتري أي حاجة، يعني من غير ما اشتري بقى اللي هي العلبة بتاعة الجاتوهات ولا الحاجات دي كلّها. لأ الموضوع ده كان جميل جدًا، وكانت نفس شكل أصلًا بتاعة الجاتوه برضه. فهنا زي ما أنتم شايفين فطرنا كده حاجة خفيفة كده، لإن طبعًا الواحد لسه صاحي من النوم بقى ومقريف كده ومش عايز يصحى أصلًا، فيعني عَمّا نفوّق نشرب أي حاجة كده خفيفة. رُحت كمان بقى خدت الحاجات بتاعتي دي كلّها ورُحت طبعًا صفّيتها. طبعًا كلّها يعني حاجات كده بسيطة. اسمه إيه، اللهم صل عليك يا نبي. رُحت كده أخدت بقى الأطباق والحاجة بتاعتي دي كلّها أخدتها كده من أماكنها، ورُحت طبعًا إيه، حطيتهم كده في أماكنهم، وغسلت بقى الصفاية دي وسِبتها برضه تنشف كده وتجف كده من المَيّة اللي فيها، وخلاص يعني الموضوع كان بسيط الحمد لله. و لسه بقى هنبتدي النهارده يومنا، وهنعمل مع بعض النهارده بإذن الله شوية عيش كده حلوين. بس الصراحة العيش يعني ما حسيتوش إن هو ضبط معايا المرّة دي، مع إني عاملاه بنفس الطريقة وكل حاجة، بس مش عارفة ليه ما ضبطش معايا. فالحمد لله مش مشكلة يعني الحمد لله. المهم إن إحنا بقى لمينا الدنيا دي كلها وهنبتدي على طول نعمل مع بعض عجينة العيش، والعجينة دي يا بنات اعتمدوها لإن هي فعلًا حلوة. بس الدقيق بتاعي ده ما كانش دقيق عيش، هو كان دقيق بتاع بس حاجات تانية، يعني اللي هو داخله حاجات كتير كده، فما كانش مضبوط أوي معايا. فبس تعالوا أمّا أوريكم بقى العيد الميلاد بتاع ابني. ده كان عيد ميلاده، ابني الكبير. الحمد لله تم 4 سنين، إن شاء الله له العمر كله يا رب، في هنا وسعادة وراحة البال اللهم آمين. عملنا له حفلة كده بسيطة، يعني حفلة عائلية كده بسيطة، واتبسطنا فيها الحمد لله وكنا فرحانين، وكل سنة وهو طيب، وإن شاء الله كده أيامه كلها تكون سعد وهنا يا رب اللهم آمين. هنا بقى زي ما أنتم شايفين تعالوا ندخل على مكونات العيش بتاعنا. والعيش ده يا بنات الدقيق ده كان دقيق، حاجة هنا اسمها كلوريا. الدقيق ده بيكون فيه سكر زيادة أوي، فهو ما بيعملش عرق معاكِ. والعيش طبعًا أساسه إن هو بيعمل معاكِ عرق، يعني زي ما أنتم شايفين كده أنا نخلته طلع منه كمية سكر كتيرة، وبرضه نزل في قلبه سكر، وهو النوع الدقيق ده مش بيعمل عرق، ويعني العيش لازم يتعمل له عرق ويتخبز كويس وكده علشان يعمل عرق معاكِ وتقدري إن أنتِ تشكليه وتضبطيه على مزاجِك. لأ الدقيق ده ما كانش حلو، مع إن أنا زودت بقى الكمية وقُلت هاعمل شوية عيش كده حلوين يكفوني فترة يعني 3، 4 أيام. بس الصراحة كان وِحِش خالص، بس يالّا مش مشكلة برضه إحنا ما اترماش ولا أي حاجة، برضه فطرنا بيه وفطرنا بيه يومين. آمم بس الحمد لله يعني كويس، يعني إلى حدٍ ما كويس، فاهمينّي؟ المهم المكونات بتاعته، حطينا هنا حوالي 4 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم شوية كده من الbaking powder علشان ما يمطّش معاكِ وما يقرُش كده معاكِ في الأكل، يعني ياخد ويدّي كده ما يبقاش جامد أوي وأنتِ بتاكليه. وحطيت كمان كيس خميرة، وحطيت كمان رشة ملح وبس كده. يعني قلّبت المكونات الجافة دي في بعضها، وبعد كده نزلت بالمَيّة
وعجنتها كويس أوي، بس الصراحة أنا يعني عجنت فيها كتير، بس الصراحة ما عملتش برضه معايا عرق خالص، فده الحاجة اللي خلّت العيش بقى ما يبقاش كويس معايا، مع إني يعني أنا أستاذة الحمد لله في العيش، بقى لي فترة كبيرة جدًا باعمل العيش الشامي ده، بقى لي كتير أوي، يعني داخلة حوالي في سنتين أو سنة ونُص باعمل العيش الشامي. فهتلاقوا حتى الفيديوهات بتاعتي كلّها اللي قبل كده هتلاقوني مدخّلة لكم فقرة العيش دي معايا، دايمًا باقسّم يومي يا بنات، يوم مثلًا النهارده أنا هانشر أصبّن هدوم وهانشر، واليوم التاني مثلًا كنت هاعمل بس مثلًا عيش أو حاجات من دي فاهماني؟ فأنا الحمد لله باقسّم يومي على الشكل ده، وكنت ممشّية يومي يعني قبل 3 شهور، بقى لي 3 شهور أنا ما خبزتش عيش لظروف ما يعني، بس قبل كده لأ، أنا كنت باخبز عيش مرّة في الأسبوع أو مرّتين في الأسبوع، كنت باستسهل الموضوع خالص والموضوع كان بيبقى حلو جدًا، خير في البيت والعيش ده جميل جدًا في البيت وكده، فأنا كنت الحمد لله باخبز على طول وباعمل على طول العيش بتاعي، وزي ما أنتم شايفين كده يعني كنت باحاول إن أنا أعمل له عرق، بس الصراحة هو ما كانش راضي يعمل معايا عرق خالص، يعني عجنته كتير جدًا، جدًا عشان يوصل معايا للشكل ده، وكمان يعني بعد الشكل ده كمان ما ضبطش معايا، فيالّا الحمد لله ما ليش نصيب في العيش ده، بس الحمد لله بجد يعني شكل العجين كده بيفتح النِفس، يعني لمّا شُفت كده العجين وهو بيتعجن ووصل معايا للدرجة دي، عايزة كده أقوم تاني وأعمل شوية عيش وأعمل الحاجات دي كلّها. فيالّا بقى نسمّي الله ونشوف هنعمل إيه تاني، دخلت هنا على أوضة النوم، رُحت هنا فردت كده السرير بتاعي روّقت الدنيا كده، وبعد كده طلعت طبعًا عملت بقى بقية العيش بتاعي، طبعًا كنت سايباه يخمر، سِبت حوالي ساعة عشان يخمر وياخد راحته أوي في الخمير، لإن إحنا في الشتا يعني خلاص الجو برد وكده، فسِبته بقى إن هو ياخد راحته. فبس كده يا بنات عملت بقى الملاية وطبّقت كمان اللحاف بتاعي، وبس كده الحمد لله، يعني هي يعني الأوضة ما كانش فيها حاجات كتير، كانت كلّها حاجات بسيطة، فعملت كده وخلاص الشقة عندي كده نضيفة وأنا ضامنة نضافتها والحمد لله على كده. فبس كده يا بنات رُحت هنا شُفت العيش لقيته ما شاء الله اتضاعف كده، فرُحت جِبت بقى الصواني بتاعتي وجِبت حاجتي، وابتديت بقى اللي أنا أفرد بقى العيش والحاجات دي كلّها. نسمّي الله بقى ونصلّي على سيدنا محمد، وزي ما أنتم شايفين كده جِبت بقى شوية دقيق كده فردتهم في الصينية دي عشان دي اللي هاقرّص عليها، هاعمل عليها القرص، وهتشوفوا بقى معايا إن شاء الله هاعمل إيه تاني. هنا بقى زي ما أنتم شايفين العيش كده جِبته قرّصته بالشكل ده. جِبته بقى وقرصته يا بنات بالشكل ده وهاقرّص كمية حلوة، يعني ما شاء الله الكمية دي طلّعت معايا حوالي 30 رغيف، يعني يعني لو كل يوم هناكل 10 فأنا كده عملت ل3 أيام، ومش كل يوم مش يوميًا بناكل عيش، يعني ممكن يوم النهارده ممكن بُكرة لأ، فمش يوميًا بناكل عيش فاهماني؟ فطبعًا وبرضه بتبقى حاجة يعني خير وبركة في البيت، أنا باحب جدًا الحاجات دي عشان هي بتبقى بركة كده في البيت، تحسّي إن البيت عمران ما شاء الله بالخير والدنيا كلّها مضبوطة، وبالذات إن إحنا يعني وإحنا في مصر وكده كان العيش متوفّر، كان بييجي لنا من الطابونة يعني وكده، أمّال هنا ما فيش، يعني هنا بتشتريه وهنا بيكون غالي جدًا، يعني الكيس بيبقى فيه 5 و5 أرغفة ب€20 وأنتِ أصلًا بتجيبي كيس الدقيق ده ب80 سنت فاهمة، فأنتِ كيس الدقيق ده بيعمل لِك أكتر من 30 رغيف عيش، بتحطي له مثلًا باكو خميرة، بتستخدمي له شوية غاز، بس مش يعني مش التكلفة بتاعة ال30 رغيف يعني بيبقى في فرق فاهماني؟ فهنا زي ما أنتم شايفين كده سمينا الله واستعنا بالله كده، وابتديت اللي أنا أقرّص كده القرص بتاعتي دي، أقرّص العيش وأضمه كده وأضبّطه علشان أبتدي إن شاء الله أفرده وهنشوف هنعمل إيه تاني. في الخطوة دي المفروض إن أنا باسيبه كمان يخمر خمرة كمان، يعني باسيبه كمان مرّة، بس صراحة ما سِبتوش ودي برضه كانت غلطة، لإن برضه بس هو الصراحة من أوله لآخره وهو يعني مش عارفة ليه الخبزة دي كانت قرفتها مش حلوة. مش عارفة، بس أنا دايمًا الحمد لله العيش بيطلع معايا حلو جدًا، بس الخبزة دي يعني مش حاساها حلوة، مش عارفة ليه، يعني قدر الله بقى ما شاء فعل. بس قرفتها لأ، ما كانتش حلوة عليَّ خالص المرّة دي، فيالّا مش مشكلة الحمد لله خير.
قرصنا بقى الكمية دي كلها ما شاء الله، وسِبت الباقية بقى تخمر تاني علشان طبعًا الكمية كانت مِلت كده الصينية، فسِبتها تخمر تاني، ورُحت بقى إيه اللي أنا أفردها على الصينية اللي هي المدوّرة اللي هي الألمونيا دي. طبعًا أنا فردت حطيت كده رشة دقيق، وابتديت كده اللي أنا أسمّي الله، وابتدي إيه اللي أنا أفرد على طول بإذن الله. يعني هافردها كده بإيدي شوية، وبعد كده هانزل عليها بقى بالنشابة بتاعتي، أو اللي هي الدراجة، أو الفرادة اللي بتسموه يعني شوفوا أنتم بتقولوا عليها إيه واشتغلوا بيها على طول. المهم فردنا بقى بالشكل ده الحمد لله، و ضبطت كده الدنيا، وهابتدي بقى اللي أنا أفرده وأحطه كده على الصينية اللي هي الألمونيا الصينية الstainless علشان تخمر للخمرة بقى التالتة، المفروض إن هي كده تخمر خمرة تالتة، فهاسيبها بقى كده تخمر وتبقى حلوة كده إن شاء الله، علشان بعد كده آخر مرحلة إن أنا هاسويها بقى وخلاص على كده. فهنا بقى زي ما انتم شايفين فردتها بقى وضبطت حاولت ان انا افردها على قد ما اقدر. بس الصراحة برضه ما كانتش راضية إن هي تتفرد معايا كويس، يعني الفردة بتاعتها ما كانتش حلوة خالص. حاولت على قد ما أقدر إن أنا أفردها بس لأ ما اتفردتش. يالّا الحمد لله مش مشكلة بقى، مش كل مرّة الحاجة تضبط معانا، مرّة ومرّة لأ، ومرّتين لأ ومرّة يعني على الحاجة عمّا ناخد عليها ونعوّد إيدينا عليها تاني ممكن برضه عشان أنا نسيت، بس ما أظنش يعني أنا عارفة السبب بس خلاص مش مشكلة الحمد لله. طبعًا إحنا الأيام دي بنصحى بدري جدًا، جدًا علشان المدارس وعشان الحاجات دي كلّها آآ يعني الدوخة بقى وإن إحنا مش مركّزين وكده لأ حاجة صعبة أوي، يعني اللي إحنا بقى يعني التصوير وإنك تبقي كده أنتِ عايزة تنامي كل شوية وكده، فمش عارفة حتى اللي أنا أسجّل، يعني ممكن أكون صوّرت بس مش عارفة اللي أنا أسجّل، لإن حاسة كل ما آجي أسجّل ألاقي الساعة بقت 11:00 يعني أنا باسجّل لكم دلوقتي والساعة 11:00 يعني باحس لأ اللي أنا عايزة أنام مش ما عُدتش قادرة، العيال فرهدوني وطبعًا أنا بانام نوم متقطع لإن زي ما أنتم شايفين عندي طفل كده صغير، ف بيصحّيني طول الليل، يعني ساعات كتير أوي بيفضل مصحّيني فترة محترمة، فدايمًا يعني بيصحّيني جامد يعني الحمد لله، بس هو بيصحّيني جامد أوي، فعشان كده مش بابقى مفوّقة أوي وأنا باسجّل، فأنا اعذروني لو متلخبطة في الكلام أو عمّالة بقى عايزة أنام أو كده، معلش أنا آسفة، بس والله مش عارفة أسجّل لكم الفيديو خالص، وخايفة إن القناة ترجع تاني تُقع، يعني أنا مش عارفة القناة ديّة كل ما ترفع وربنا كده يصلح حالها ألاقيها تخيب تاني، يعني مش هي اللي بتخيب، الصراحة أنا باخيب مش عارفة ليه، بس يالّا الحمد لله على كل حال، كل واحد في الدنيا دي كلّها مكتوب له رزقه، وأنا راضية الحمد لله لو ربنا كاتب لي رزق من القناة دي هاخده، لو ربنا مش كاتب لي رزق أنا فضلت شغّالة على القناة القديمة سنين، سنين، آمم والله يا بنات فضلت شغّالة كتير أوي، وفي الآخر أنا ما أخدتش أي حاجة خالص، بس يالّا الحمد لله. هنا بقى زي ما أنتم شايفين كده قُلت خلاص رايحة بقى أمسح الشقة وكده، فسميت الله كده وابتديت إن أنا أمسح الشقة بتاعتي، آآ قُلت بقى أمرُشها مَرْشة حلوة كده وأكنسها بال بالمقشة دي يعني علشان الدنيا كده تنضف معايا وتبقى زي الفل، بعد طبعًا ما اتغدينا وعملنا كل حاجة، كنت عاملة كبدة وبطاطس، ويعني غدا كده عشوائي شعبي يعني، وقُلت بقى إيه اللي أنا أمسك بقى الدنيا عندي ديّة أمسحها كده وأغسلها كويس عشان أحس كده إن الدنيا رايقة حواليّا والريحة حلوة كده في قلب المكان، فدي حاجة بتدّيني الصراحة طاقة إيجابية جميلة جدًا. زي ما أنتم شايفين كده يعني جيت يعني أمسح كده الحتّة اللي هي في الحتّة اللي هي الوزرة دي، لقيت الدهان بيُقع، فمش عارفة أعمل فيها إيه الصراحة. بس كده رُحت بقى لمّيت كل الرغوة ديّة والمَيّة، لإن كنت عاملة كمان من الأوضة التانية كمان، كنت عاملة الأوضة التانية وعاملة الأوضة دي وكده، فالدنيا عندي كانت زي ما أنتم شايفين كده إيه، كلّها كده تنضيف ونضافة وتشجيع وحاجة قمر كده، فرُحت اللي أنا بقى
يعني أمسح بقى وأنضّف. أنا مش فاكرة المقطع ده ده كان يوم ما كان اللهم صل عليك يا نبي، ما كانت الشقة عندي غرقانة. فقُلت بقى وهي غرقانة كده أجيب فيها شوية يعني صابون وكده وامسحها بقى بالمَرّة واغسلها غسلة حلوة، ويكون الريحة ريحة تنضيف كده بدل ما هي مَيّة وبوّظت الدنيا عندي، فاهماني؟ النهارده إحنا غسلنا السجاد إن شاء الله، أنا ما عرفتش أصوّره معاكم، بس إن شاء الله هافرشه بُكرة. أنا طبعًا المسحة دي مسحتها برضه في الشقة عندي، ما عرفتش أصوّرها، فحبيت إن أنا أحُط لكم المقطع ده. هو المقطع ده قديم عندي، بس حبيت إن أنا أحُطّه لكم لإن أنا عملت نفس الموضوع ده في الشقة. فما رضيتش إن أنا أصوّر حاجات زي بعض، فاهماني؟ و وزي ما باقول لكم برضه غسلنا السجاد، فإن شاء الله بإذن الله مستنياه ينشف، وبإذن الله بكرة ناخده بقى ونفرشه في الشقة وكده. فكده يا بنات أكون وصلت معاكم للنهاية، يا رب يكون الفيديو عجبكم